هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 من الفيديو اللي فات. طبعا مش هقدر اقول كلمة وحشتوني. بصوا، من هنا للسنة الجاية. النهاردة قلت انزل بقى بالفيديو ده. كنت مع ماما، كنت عند ماما يعني. وطبعا عايزين ناكل سندوتشات. انا عن نفسي بفضل اكل السندوتشات قوي 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 اكتر من اي اكل. فعملت الشاورما اللي في البيت. طبعا بقى ولا تقولي ابو حيدر ولا تقولي اي حد خالص. ساندوتش الكايزر في ابو حيدر دلوقتي. يعني بصوا سعره عدى. وطبعا انتوا عارفين الغلا اللي احنا فيه. و يعني الفراخ اللي كانت الناس كلها بتاكلها دلوقتي بقت يعني صعبة صعبة صعبة، فما بالكم بقى باللحمة. المهم حتى الساندوتشات الشاورما السوري كان بيبقى سعرها يعني إلى حد ما هين. طبعا دلوقتي كله عدى. فاحنا كنا عايزين ناكل ساندوتشات، وطبعا الساندوتشات احنا كبار طبعا مش هيكفينا واحد. فماما قالت تعمل الشاورما في البيت. جابت بقى ايه؟ جابت نص كيلو لحمة، مش بفتيك. نص كيلو لحمة وقطعتها شرايح. وجابت ربع كوباية خل وكوباية زبادي. والبهارات ملح، فلفل اسود، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، جوز الطيب، كزبرة، شوية كمون صغيرين. وحبة قرفة صغيرة قوي قوي قوي. وطبعا نعناع ناشف، بس النعناع مش هيتحط دلوقتي خالص. فطبعا الميكس التوابل دوت بيدي الاكل اصلا عامه في حته تانية. المهم ماما جابت اللحمه وقامت حطاها طبعا في الطبق زي ما انتم شايفين. وبعد كده يعني بتفتحها عشان ايه؟ تحط التوابل والحاجه. حطت معلقتين زبادي، ما حطتش الكوبايه كلها. وهتنزل بقى بالتوابل. وهنقعد نقلب 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 كده. وبعد كده هنحط الخل. طبعا هي ربع كوبايه خل. وخلي بالكم علشان الملح ما يبقاش كتير، لان الخل طبعا حادق. هتقلبها. وهتشيلها في التلاجة. بصوا، هي ماما سابتها في التلاجة لمدة يوم. طبعا هو مش لازم طبعا تتساب لمدة يوم، بس يعني طبعا كل ما الحاجة بتقعد في التتبيلة بيبقى طعمها أحلى. تبقى شاربة كده من التتبيلة ومن التوابل، بتبقى طعمها رهيب. فماما قلبتها كده وايه، هتشيلها في التلاجة. هنا بقى حطيتها كمان اهي بالاسترتش وهتتشال في التلاجة. طبعا عادي انتوا ممكن تعملوا الحاجة في ساعتها، يعني مش هتقول لا. بس الافضل. المهم عندها بقى يلا يا ماما شيلي البتاع، عايزين نتكلم. عندها هنا بقدونس مقطعه سوري. وطماطم متقطعة مكعبات صغيرة، وطحينة، ونعناع ناشف. والبصل متقطع جوانح. وهاتي طاستك بقى. وشلوحي فيها حتة الزبدة وشوية زيت. طبعا الزيت بقى غالي نار. أهم حاجة أهم حاجة إن الزيت والزبدة يبقوا سخنين، علشان لما نيجي ننزل باللحمة تاخد تشوك كده وما تنزلش ميتها. ماما بقى هتنزل باللحمة اللي متقطعة شرايح ديت. وهتفتحها وعشان يعني تاخد لون من تحت. وطبعا مش هنقلبها في الاول غير لما تاخد لون من تحت عشان ما تنزلش ميتها. طبعا ماما هنا بقى خلاص هتنزل بالبصل، بس مش هنخليه يستوي سوا كامل، يا دوبك بس يطرى. احلى حاجه في الشاورما ان كل حاجه تبقى باينه طعمها، يعني مش هنسويها سوا كامل، بس تبقى دبلانه كده شويه. هتفضل تقلب كده. وبعد كده هتجيب الطماطم اللي متقطعه صغنن خالص ديت. على فكره انا مش من هواة الطماطم، بس بحبها في الشاورما. هتحط الطماطم برضو. مش هنسيبها تاني. يا دوبك برضو هنقلب شويه صغيره، دقيقتين كده يا دوبك، بس الطماطم تترم ما تبقاش ناشفه. وبعدين هننزل بالبقدونس. طبعا البقدونس بيتحط، يعني ماما لسه ما حطتش البقدونس، انا اللي بسبق يعني. البقدونس بيتحط اخر حاجه خالص لانه مش بياخد ثواني. يا دوبك بس احنا بنحطه يهمد، ما يبقاش منفوش كده. واخر حاجه فركه النعناع بتحطها برضو على المحشي، بتبقى روعه روعه روعه. وانا طبعا واخده كل الاكل منها، يعني مش واخده، يعني متعلمه كل وصفات الاكل منها. اكلها حلو قوي، وهي اصلا بتحب وقفه المطبخ عكس تماما. انا بحب الترويق والتنظيف والحاجات دي. المهم فركة النعناع ديت بتوديها في حتة تانية. هتجيب معلقتين طحينة، مش الطحينة كلها، هتحطها مع الشاورما. ليه؟ علشان الشاورما برضو تبقى جوسي كده شوية. والطحينة تبقى واخدة برضو من التتبيلة ومن التوابل والحاجات ديت.
انا عن نفسي بفضلها كده. طبعا ممكن ما تحطهاش دلوقتي وتحطوها في الساندوتشات عادي زي ما انتوا عايزين، بس انا بحبها في الطاسه كده علشان انا مش من هواة الطحينه قوي يعني. فلما بتتحط في الطاسه بتبقى شاربه من كله. وجابت بقى فحمه وحاطه فيها بشويه زيت. طبعا الفحمه بتدي برضو ريحه فظيعه. ولو عاملين برضو صينيه كفته كده في الفرن، بنحط برضو الفحمايه ديت لازم اساسي، وبتتحط في حاجات كتيره قوي في الاكل، بس ايه هبقى اقولها بعدين. وهنغطي عليها تاخد من الريحه، وبعدين نبتدي نعري، مش نعري يعني الطاسه او الحله. ونعمل بقى ايه الساندوتشات، وناكل من هنا لبكره الصبح. طبعا ارخص واوفر واحلى وكل حاجه. ويعني بجد احلى من بتاعه ابو حيدر. احنا بالنسبه لنا ابو حيدر هو الاصل، هو اللي عارفينه من ساعه لما طلعت الشاورما يعني. طبعا عندنا عيش كايزر، عيش فرنساوي، وعيش سوري زي ما انتوا عايزين. انا عن نفسي بفضل العيش الفينو او العيش الفرنساوي او الكايزر ايا كان يعني، بفضله عن السوري. طبعا السوري حلو وبحبه يعني، بس اساس الشاورما هي العيش الكايزر او العيش الفينو يعني عامه. هتحط بقى الساندوتشات، واللي عايز يحط طحينه يحط، واللي مش عايز ما يحطش. انا عن نفسي مش هحط، كفايه قوي اللي محطوط في الطاسه. طبعا هتحط الساندوتشات، وجنبها بقى شويه بطاطس محمره من بتاعه البيت ديت، مش الفارم فريتس، بتبقى روعه روعه روعه. وخيار مخلل وحاجات كده، بصوا عظمه. الخيار برضو ماما اللي عاملاه، هي ماما بتعمل كل حاجه في البيت. ماما نشيطه في المطبخ قوي 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 قوي. كان نفسي اطلع زي، مع ان انا اكلي زيها يعني، بس لان انا متعلمه منها، بس انا بحب التنظيف والحاجات ديت. هنا عندنا الساندوتش ميكر او السيب. اي ساندوتش بقى هنحطه فيه علشان يتخرفش كده، وبيبقى طعمه حلو قوي قوي. وكمان ممكن لو ما عندكوش في الطاسه اللي انتوا كنتوا عاملين فيها الشاورما، تحطوا حته زبده تاني على الصوص مكان اللي متبقي او اللي نازل من الشاورما، وتدوا الساندوتش صدمه كده من هنا ومن هنا. برضو هيبقى طعمه حلو قوي. بيخرفش، وبرضو بيبقى العيش ذات نفسه واخد من التتبيله اللي نزلت من الشاورما. هنا بقى ماما كانت بتعمل العيش السوري دوت لاختي. انا هاكل فينو، بحبه قوي. انا اكلت كتير قوي قوي ساعتها يعني. هتلفه يعني وهتحطه في الساندوتش ميكر. طبعا العيش السوري موجود في اي مكان يعني، متوافر جدا جدا. طبعا ده كان اخر ساندوتش تقريبا بيتعمل، واحنا كده وصلنا لاخر حاجه زي ما بيتقال كده الفاينل لوك. طبعا اكله فظيعه يا جماعه، والله لازم حلو قوي قوي. وانا كمان علشان بحب الساندوتشات قوي، فبالنسبه لي بص يعني سلطانه زماني. وجنبها شويه بطاطس محمره ومخلل، وبصوا فظيعه. طبعا لو وصلتوا معايا لحد هنا، ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وهتوحشوني قوي قوي للفيديو الجاي، واشوفكم على خير، وباي باي.